نابليون أول لما رجليه هتخطي مصر هيلاقي مقاومة شديدة جدا من أهالي الإسكندرية. يبقى أول خطوة عندنا وأول مشكلة تحصل لنابليون في مصر هي مقاومة أهالي الإسكندرية. مقاومة إيه؟ أهالي الإسكندرية. ليه بقول لك أول مشكلة؟ لأن يا شباب مشاكل نابليون في مصر مش هتخلص. حياة نابليون في مصر أصلا هتبقى عبارة عن مشاكل، الراجل هيفوق من مشكلة يخش في الثانية، من مشكلة في الثانية، من مشكلة في الثانية، يعني مش هيشوف يوم عدل في مصر لحد لما هيمشي. عشان كده الحملة الفرنسية مش هتقعد كتير. فأول مشكلة وأول حاجة يتعرض لها الحملة الفرنسية في مصر هي مقاومة أهالي الإسكندرية. طب إزاي بقول لك أهالي يا جماعة؟ ده الدولة العثمانية هي اللي بتحكم الدولة، والمماليك هو شيخ البلد وهو اللي مسؤول عن البلد. طب فين الوالي وفين شيخ البلد المملوكي؟ فين الوالي العثماني وشيخ البلد بتاع المماليك؟ الناس دي فين؟ مش المفروض اللي مسؤول عن الدولة واللي بيحمي الدولة هي الدولة العثمانية؟ والدولة العثمانية معينة المماليك هم اللي يحكموا البلد؟ فين الناس دي؟ قالك ان الناس دي اصلا كانت نايمة في مية البطيخ. يعني لما جه نابليون وقاوموا اهالي الاسكندرية لحد لما سيطر على الاسكندرية ما كانش لسه المماليك وصلوا. ما كانش لسه المماليك ايه؟ وصلوا، يعني كانوا لسه فايقين صاحيين من النوم. فاذا وصل نابليون ووجد مقاومة شديدة جدا من اهالي الاسكندرية. طب مين اللي بيقاوم؟ مين اللي متزعم المقاومة واللي مسؤول عن مقاومة الفرنسيين ومحاربة الفرنسيين؟ ده كان حاكم المدينة، يعني حاكم مدينة الإسكندرية كان اسمه السيد محمد كريم. السيد إيه؟ محمد كريم، مش كريم، محمد إيه؟ كريم. طيب يبقى أول مقاومة هيلاقيها نابليون في مصر هي مقاومة أهالي الإسكندرية، وهتبقى مقاومة شديدة جدا ومقاومة شجاعة جدا. في أهالي الإسكندرية هيدافعوا من خلالها عن المدينة بتاعتهم اللي هي بنسميها مدينة الإيه؟ القاهرة. طيب مقاومة محمد كريم ومدينة هينجحوا إن هم يقفوا ضد حملة بعتها دولة وجيش جاي من دولة كاملة؟ فهنلاقي إن نتيجة المقاومة ديت يا شباب هي رقم واحد. أول حاجة طبعا فشل المقاومة بقيادة السيد محمد كريم، وهو استيلاء نابليون على الإسكندرية. نابليون هياخد مدينة الإيه؟ مدينة الإسكندرية. تاني حاجة هنقضي على المقاومة بتاعت السيد محمد كريم ديت والقبض عليه كمان، هنقبضه على السيد محمد كريم وهيتم إعدامه رميا بالرصاص. إعدامه إيه؟ رميا بالرصاص. يعني الراجل حاكم المدينة ده هيقود المقاومة، لكن لما الفرنسيين هيقضوا على المقاومة بتاعته بعد ما يموتوا كل الناس ويموتوا كل الأهالي هيقبضوا على الزعيم دوت وهيعدموه رميا بالرصاص، اللي هو مين؟ هو محمد كريم. يبقى خط سير الحملة وصلت لمصر، لقت مقاومة شديدة جدا بقيادة حاكم مدينة الإسكندرية اللي اسمه السيد محمد كريم، لكن نجحت الحملة إن هي تستولى على مدينة الإسكندرية وتقبض على السيد محمد كريم وتعدمه كمان رميا بالرصاص في شهر سبتمبر 1798. أنا طبعا من الحتة دي مش هسيبك فيها، أنت فهمتها وعرفت القصة، هنغنيها مع بعضينا بقى عشان نحفظها. قول معايا بقى، يبقى إيه؟ الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية هي حملة عسكرية جاية تاخد مصر من الدولة العثمانية. أهداف الحملة هي بتعوض فرنسا مستعمراتها في الشرق وتقطع طريق بريطانيا في الهند. وبدأ نابليون في تجهيز الجيش وكان معاه مجموعة من العلماء في مختلف العلوم، وجاب مطبعتين وكانوا باللغتين العربية والفرنسية، ووصلوا على مصر مدينة اسكندرية. وتحرك نابليون سرا من ميناء طولون ويوصلوا على مصر، وأول مدينة هي مدينة اسكندرية. مدينة اسكندرية، لكن أهالي اسكندرية ما كانوش ساكتين، قاموا على طول قاوموا الفرنسيين بزعامة السيد محمد كريم، لكن الفرنسيين قضوا على المصريين وقتلوا كل الناس وأعدموا محمد كريم رميا بالرصاص.